اليوم الأجوبة اللي جاوبها السيد الوزير للفرق البرلمانية للأسف الشديد كانت غير مقنعة، لأن الجواب كي كنقولوا حنا فواد والمشاكل الطلبة فواد. المشكل اللي كاين اللي هو مشكل بسيط، ولكن الحكومة لحد الساعة كتعطي مبررات غير معقولة، مبررات ضد الطلبة ديالنا، مبررات ضد الطلبة ديال الصحة وضد المستقبل ديالنا. اللي اليوم المناقشة على 7 سنين اللي للأسف الشديد باش غادي تكون تبدا من السنة الأولى باش الطالب يقتنع إلا بغى يدير 6 سنين يشارك في الامتحان، إلا ما بغاش يدير 6 سنين ما يشاركش في الامتحان. اليوم كيشجعوا الطلبة ديالنا أنهم يخويوا بلادهم، كيشجعوا شبابنا أنهم يهجروا المغرب ديالهم، وغدا كاين جامعات اللي كتبنى، ولكن هذه الجامعات شكون اللي غيكون فيها، وهذه المستشفيات من غادي يحتويها؟ اليوم الطلبه عندهم حق واحد كيطلبوه، انهم تكون عندهم 7 سنين، انهم ياخذوا الحق ديالهم باش تكون شهاده اللي هي معترف بها، شهاده ديال طبيب مغربي اللي غيخرج بواحد الكفاءه كما الاطباء القدام، لان الحمد لله المغرب والطب المغربي اليوم معترف به عالميا، لان 7 سنين ماشي هي 6 سنين. اليوم الوزاره كتقول بان سهلت الامور وعطات 6 سنين، واللي باغي يدير 6 سنين يديرها، واللي باغي يدير 7 سنين يديرها. حنا ما فهمناش هذا الجواب السيد الوزير اللي كيفاش 6 سنين و7 سنين، واش غادي تكونوا سنتين، واش غادي تكون الدراسه مختلفه من اللي باغي 6 سنين 7 سنين؟ هذا جواب غير مقنع. اللي كنطلبوا اليوم من الحكومه انها تريف وانها تعطي اهميه لهذا المشكل، لان هادو مغاربه اللي ولادنا وولادهم. الحكومه كتفكر كانهم هاد الطلبه ماشي مغاربه، هاد الطلبه ماشي شباب ومستقبل المغرب. واليوم التخوف الكبير انه اليوم الاغلبيه الشباب بداو كيهجروا، العمال هجروا، الشباب هجروا، واليوم حتى الاطباء ديالنا غادي يهجروا، الصيادله غادي يهجروا. شكون غيبقى في المغرب؟ ومن سيحمي المغرب؟ ومن سيكون غدا طبيبا مغربيا اللي عنده واحد الكفاءه اللي كنفتخروا بها واللي نتمناو نختاروا فيها؟ نتمناو من الحكومه تراجع على هذا القرار ديالها وتاخذ هاد الوليدات كانهم ولادهم، يفكروا في المستقبل ديالهم ويرأفوا بالاباء والوالدين ديال هاد الشباب ديالنا.